السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا لاباس. اللي ما هذا ربي شافيه واللي عنده حاجه متمنيها ربي يقضيها له في اقرب وقت ان شاء الله. يعطيكم الصحه بزاف. قبل ما نبدا الوصفه تاعي حنقول لكم يعطيكم الصحه بزاف اللي تبعتوني ملي كنت ندير وصفات في الفيسبوك وقلتوا لي حلي قناه وحليت قناه وراني ناجحه معاها ورانا نطلعوا درجه بدرجه. نقول لكم يعطيكم الصحه بزاف. وثاني اليوم حندير لكم وصفه مسحب البيك. وقبل ما نبداو الوصفه تابعوني ثاني في قناتي لي وصفات توجور. عندي وصفات للرجيم وللنصائح والداء السكري والامراض المزمنه. ما تنسوش تتابعوني ويلا نروح نكتشف الوصفه. بسم الله. عندنا صدور دجاج نبسطوهم بالمطرقه هذه حتى يولوا بهذا الشكل. نكملوهم كامل. بسم الله. عندي ملعقه تاع اليانسول يعني حبه حلاوه. بسم الله. ملعقه تاع ثوم مرحي ومعها ملعقه تاع كركم ثاني. بسم الله. ملعقه تاع قزبر. بسم الله. ملعقه تاع طماطم مصبره ونزيدوا معاها ملعقتين تاع فلفل احمر يكون مليح وماشي مر. وهنا بيان سور لازم الهريسه. هنا الهريسه لازمه مسحب بالبيك يعني هي اساس الوصفه. ونخلطوا كامل المكونات. بسم الله. ملعقه تاع زيت كبيره. الملح كيما ما نقول لكم اللي عندهم لا طونسيون ما يكثروش. ونزيدوا معاها نص كاس ماء ونكملوا نخلطوا كامل المكونات. وهذه هي تتبيله مسحب البيك. بسم الله. نتبلوا الدجاج تاعنا. بسم الله. نبسطوه كامل في سنيوان ونحاولوا نديروه على شكل مستطيل. نعدلوه بهذا الشكل وندوه للثلاجة حتى يتكونجلا كامل. وهاوليك بعد ما جبدناه من المجمد. هنا نقطعوه قطع مستطيلة. لازم يكون مجمد باش كي نقطعوه ما ينفصلوش الحبات. هاوليك بهذا الشكل. شوفوا الجمدة دوك نوريها لكم. هاليك شوفوا الجمدة كيفاه راهي. وشوفوا ذايبة ما جمدتش مليح يعني. شوفوا مازالها طرية وممتو تتقطع بالخف. بسم الله. نديروه في الفرينة والبيض ومن بعد نديروه في لاشابيور. وهذا الشكل تاعو النهائي. قطعناها بخسك متساويين. وهنا ممكن يكون عندكم قطع
ثاني تاع دجاج لازم تخلوهم يتجمدوا باش تقدروا تقطعوهم ما ينفصلوا لكمش الحبات. دوك نروحوا نسخنوا الزيت تاعنا ونولوكم. بسم الله، هاي ليك الزيت سخنت، نحطوا كامل الحبات تاعنا ونخلوهم يتقلاو مليح باش ما يكونوش من داخل خضوره ما يطيبوناش. بعد ما يطيبوا لنا مليح من تحت ويتحمروا مليح نقلبوهم على الجهه الفوقانيه، يعني يولوا دوغي فونسي. نخلوهم يتقلاو ومن بعد نعاود نوري لكم الشكل النهائي تاعهم. هذا هو مسحب البيك، معروف بزاف في السعوديه. هاوليك مسحب البيك، جا روعة، جا هايل، سيرتو بالهريسة تاعو من الداخل بيكون، جا روعة، وسيرتو القرمشة تاعو الله الله. نتمنى انكم تجربوه ويعجبكم، متندموش على الوصفة هذه. هذا قلت لكم معروف بزاف في السعودية. بصحتكم، ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاعي، واللي جا جديد ومازال ما ابوناتش تابوني وتفعل زر الجرس باش يوصلها كل جديد. سلام.